السلام عليكم الأخوات والإخوان. إن شاء الله اليوم غنخدم معكم واحد الكيك رائع بمذاق غزال غادي يعجبكم إن شاء الله. عندنا في البول كنديروا واحد البيضة وقرصة الملحة، معلقة صغيرة ديال الفاني بودغ، واحد كاس لاروب ديال السكر سنة. اللي بغى الحلاوة كيدير الكاس كامل عامر، أنا نقص شوية حلاوة باش ما تجيش الكيكة حلوة بزاف. وكنخلطوا الخليط ديالنا حتى يبيض شوية. ملي كيبيض كنزيدوا واحد نص كاس ديال الزيت العنبه زائد اصبع، كنديروه على شكل خيط وحنا كنخلطوا دائما مع الخلط كيف ما غتلاحظوا معايا في الفيديو. دابا كنزيدوا الزيت وحنا كنخلطوا حتى كتدخل لنا الزيت كلها. من بعد كنضيف واحد حك ديال ياغورت فاني، نضيفو كله ونخلط عاوتاني الخليط. ثم بعد الخلط ديال الياغورت كنضيف واحد الكاس ديال الحليب اللي غادي تكونوا مدفين وما يكونش بارد. دفيو الكاس ديال الحليب يكون حتى هو عامر، كيجي غزال فيه. كنخلطوا الخليط ديالنا حتى كتجانس العناصر. وهنا غادي نضيفوا واحد 2 خمارات من فئه 16 غرام وثلاثه كيسان كبار ديال العنبه. هنا الدقيق كيبقى على حساب كل واحد، تقدروا تدخلوه كله، تقدروا تضيفوا، تقدروا تنقصوا. انا دخلت 3 كيسان كلها هنايا. غادي نبدا نضيف دابا الطحين مع الخلط. نضيفوا الطحين بشويه بشويه وحنا تنخلطوا. بعد ما نضيفوا نصف كميه الطحين كنبداو دابا نديروا الخمارات ديالنا. الخمارات اما غربلوهم اما كتبقاو تحكوهم بين يديكم حتى كيبقاو تشوف دوك الحبيبات، عاد باش تفتحوا الكيس ولوحوهم الخليط كتضيفوهم. كنخلطوا مزيان، من بعد كنحبسوا الخليط وكنراكليو الجناب باش كلشي كيتخلط حتى كيبقى لاصق لنا الطحين في الجناب، الخميره، كلشي ضروري خاص كلشي يتخلط مزيان. تبعوا المراحل وان شاء الله تكون عندكم كيكه غزاله. غنقسموا الخليط على جوج. هنا الخلط واحد غندير فيه الكاكاو، معلقه كبيره الكاكاو، 2 معالق كبار ديال بيبيت شوكولا. الكاكاو ضروري تغربلو. وهنا الخليط الثاني غنديروا فيه قشره برتقاله محكوكه. ضروري غربلو الكاكاو باش ميبقاش فيه الحبيبات، ما تخلطوا ما يجيكمش داك الحبيبات فيه. كتخلطوا الخليط ديال الكاكاو وحبيبات الشوكولاط مزيان. وإلا جاكم حيت دابا ملي كتضيفوا الكاكاو كيتقل شويه الخليط. الا جاكم الخليط الاخر ديال الليمون خفيف غتزيدوا واحد شويه الطحين. ما جاكمش خليهم عاديين ماشي مشكل. كنخلطوا الخليطين مزيان بجوج بيهم، كنخلطوهم مزيان كما كتلاحظوا. دابا هذا شويه تقال مع الكاكاو ولكن ما عليه الجا مزيان، غادي يكون ناجح ان شاء الله. غتشوفوا واحد الميلونج ديال الشوكولا مع قشور الليمون كيجيو رائعين، كيجيو غزالين. هنا حتى هو واخا جا خفيف ماشي مشكل، انا عجبني الخليط. كناخذ واحد الليمون اللي كندهنوه بالزبده وكنلبسوا ليه ورق الزبده باش كيلصق عليه مزيان. وكنبداو نديروا على عمليه كيف ما كتلاحظوا. مره كنديروا واحد الخليط ديال الشوكولا كنديروا بالتناوب، مره كنديروا الخليط ديال الليمون كنديروا على طول المول هكذا، على طول المول. الخليط الاول كنديروها في الوسط، ماشي كنديروا كلها عيب في الوسط الخليط ديال الشوكولات. ومن بعد كنحطوا فوق منه دائما في الوسط الخليط ديال الكيك بالليمون والفاني. صدقوني هذا الخليط راه كيجي خطير واعر واعر، ما نقولش لكم. انا بعدا تيعجبني ونشوف كل الاذواق كتختلف من شخص لاخر. كتمشيو على عده الطريقه حتى كتكملوا الكيك ديالكم. وانا زينته بالحبوب ديال الشوكولات. اللي ما بغاش يديروا ما يديروش ماشي مشكل، على حساب كل واحد، ولكن كيعطيو واحد الجماليه زوينه في الكيك. كتخليو الكيك ديالكم كيرتاح واحد 5 دقائق حتى ل 10 دقائق والفران راه كيسخن. كتسخنوا بحراره عاليه. من بعد كتدخلوا الكيك ديالكم كتنقصوا الحراره، كديروا 170 ولا 180 العافيه من التحت حتى كيطلع تيتنفخ مزيان. عاد كتشعلوا من الفوق. شوفوا ما شاء الله كيفاش طلع في الفران. ها هو دابا ملي خرج غنخليه حتى يبرد وغادي نديمو ليه ونحطو في طبق التقديم ان شاء الله. غادي تشوفوا هو كيفاش جا كيجي روعه ما شاء الله. بتحميط الوجه ديالكم ولا تقدموا ضيافكم
العزيز عليكم كيجي واعر، غير بيضه وحده شوفوا اش خرج لينا فيها. دابا ندوزو ان شاء الله نحاول نقطع لكم واحد المورسو باش تشوفوا كيفاش كتجي من داخل داك الزواق ديالو، كيجي رائع. وما نقولش لكم مع التقطيع الريحه اللي طالعه ديال قشور البرتقال روعه روعه ما شاء الله. شوفوا الداخل ديالو كيفاش كيجي خطير خطير خطير. نعيا ما نشكر لكم فيه، ولكن حتى تجربوا عاد تحكموا. وكنبغي نشوف التعاليق ديالكم، تعطيوني رايكم في الوصفه. هانتوما كيفاش كتجي خطيره زوينه زوينه، وكتجي رطبه وخفيفه كيف ما كتلاحظوا. هو مهم ما تنساونيش من صالح الدعاء وبالرحمه للوالدين، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم.